وأنا صغير في حاجات كده ما ينفعش أستغنى عنها، إن ألعب بيس 6 أو أتفرّج على كرتون. خلّينا في الكرتون الأول، الكرتون ده كان حاجة أساسية في حياتي، حاجة كده ما ينفعش أفوّتها خالص. كنت بارجع من المدرسة جري، ما فيش حاجة تقدر توقّفني وأنا راجع من المدرسة، لازم ألحق الكرتون الفاجر الفشيخ بتاعي. أصل أختين تخيّل كده لمّا تكتشف إن في مكان فاجر في المجال، تنزل كده المجال تلاقي مكان فاجر فشيخة أحسن من العالم اللي إحنا عايشين فيه، العالم الغريب ده. تلاقي حاجات صغيّرة كده ماشية على الأرض وبتتحوّل لوحوش وحاجات غريبة، ويبقى أنت معاك أجمد واحد فيهم حرفيًا، ده أجمد واحد. تروح البيت بقى تلاقي أبوك سايب لك مكنة فجرة زي دي كده، تقعد تلف بيها ويبقى معاك صحابك دول، ويبقى معاك كل الناس دي، يبقى أنت عايز إيه من الدنيا بعد كل ده؟ قُل لي عايز إيه أنت من الدنيا بعد. وأنا صغير كنت باعشق لعبة النحلة دي، فلمّا كنت بانزل مع العيال وإحنا صغيرين، ما كنتش بالعب لعب بيلي لا، 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 كنت بالعب النحلة الفجرة، أجمد لعبة حرفيًا في الطفولة دي. فلمّا ينزل كرتون بيتكلم عن النحل والحاجات دي، لأ كان لازم أتفرج عليه، ما ينفعش أفوّت كرتون زي ده. Beyblade في دنيا البلابل، كرتون يبقى عامل جو البطل الفاجر يبقى عامل كده ورافع شعره استشوار ومعاه قابون من البلابل كلها وينام كده في مكان فاجر زي ده، فأنا هو بيعافر في الحياة، ويبقى معاك بتاع زي البلبل الفاجر ده ويبقى يسمع كلامك وبيطير يطلع منه حصان وتنانين وحاجات غريبة فشخ كده. وأنا صغير كنت جبت بلبل من البلابل ديّة وبعدين طلع مش زي اللي أنا كنت فاكره، مش زي اللي في الكرتون خالص، شُفت الحقيقة المرة وسِبته وكسرته ورُحت ألعب في مناخيري أحسن. باكوجان، الكرتون ده من أجمد الحاجات اللي شافتها عيني حرفيًا يعني، تبقى ماشي كده تلاقي ورقة وعليها بلية صغيرة هدية، فيطلع منها وحوش فجرة شكلها جامد زي دي، تقعد مع أصحابك واثق ومهند والروعة ولميس وسعدون. سعدون ده بقى هو قدوتي في الحياة حرفيًا، كاريزمة المجتمع، ما بيتكلمش، كله بيخاف منه، والوحش بتاعه شكله فاجر، ده أكتر وحش حرفيًا كنت باحبه فيهم كلهم، شوفوا شكله عامل إزاي يعني فشيخ حرفيًا. الكرتون ده مش أي حد يتفرج عليه، لا، لأ، ما ينفعش تتفرج عليه كده من غير تضحيات، كان لازم تاكل العلقة المتينة علشان تعرف تتفرج على الكرتون ده وتغيب من المدرسة. الكرتون ده كان حرفيًا فاجر، سبورتاكس كان فشيخ، يقعد يتشقلب ويعمل حركات وينزل من طيارة، كرتون فاجر يعني وصحي ورياضي وكل حاجة، مش عارف ليه يعني هُم ليه بيعرضوا حاجة أصلًا الساعة 7:00 ما يعرفوش إن الأطفال دي عندها مدرسة يعني؟ أنا مش فاهم الحوار ده يعني. وعارف إيه اللي بيضحك؟ إن سبورتاكس بياكل فاكهة وبرتقان وحاجات وبيعلمك الأكل الصحي، وأنت أصلًا بتاكل حاجات بتنفي كل الهبل ده، مناقضة لكل اللي إحنا بنعمله، حرفيًا حاجة يعني. أكتر حاجة كانت بترعبني وأنا صغير إني أغيب من المدرسة والله حصة الألعاب الفجرة، وفوق كل ده آجي أفتح التلفزيون عشان أتفرج على سبورتاكس الفجر ألاقي البتاع ده شغال قدامي، حرفيًا رعب يعني، رعب حرفيًا، أكتر حاجة كانت بترعبني وأنا صغير. شوف شكله عامل إزاي يا جدعان، إيه المنظر ده؟ حرفيًا تحسه جاي من الدارك ويب والّا حاجة، مش عارف إيه الخرا ده يعني. اتفرج على تنين فرسان كارلوت بيرك بس علشان أثبت بس، مش عشان أي حاجة تانية. أجمل شخصية أنثوية شُفتها وأنا صغير حرفيًا، ولحد دلوقتي يعني، حرفيًا كانت أمنية حياتي إني أتجوزها بس، مش عايز أي حاجة تانية من الدنيا. طبعًا في حاجات تانية كتير فشخ زي يحيى أنجلو وبن 10 وحاجات كتيرة فشخ كده، بس أنا باعشق الحاجات دي. وقولوا لي أنتم كمان برضه يا جدعان أنتم كنتم بتتفرجوا على إيه وأنتم صغيرين؟ وبس كده.